بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا احنا متابعين مع بعضينا الدورة بتاعتنا، البط الستار والمولر. احنا النهاردة يعتبر كده اليوم 17. تمام. طبعا الحمد لله والشكر لله واصلين للأوزان. يعني مش هنقول احنا معديين الأوزان، ولكن احنا ماشيين بالشكل السليم. تمام. عايز بس اوضح نقطة بسيطة في الفيديو ده هنا. بصوا يا جماعة، العلافات تمام ما تملاهاش غير لما تفضى خالص. يعني حتى البودره البسيطه القليله دي ما تحطش حاجه لما البودره دي كمان تروح. ليه بقى؟ هقول لك. دلوقتي انا لما بحط علف على علف، تمام، اولا ممكن يبقى العلف القديم مرطب، احط انا عليه الجديد يفضل لتحت زي ما هو، ده يعمل لي سموم فطريه ومشاكل. الحاجه الثانيه، الطائر بطبيعته دايما بينجذب اكتر للحاجه اللي هي لسه جايه له جديده، فهتلاقي النهارده هيجري هو ياكل من العلف الجديد ده وهيسيب لك برده القديم، فانت كده بتهدر علف. طيب كمان انا هنا دلوقتي ممكن افقد ان الطائر نفسه ياخد كل القيم الغذائيه من العلف. ليه؟ لان انا عندي البودره اللي في العلف دي احيانا بيكون فيها مكملات غذائيه معينه، فبيبقى ما اتخلطتش كويس او ما اتخرزتش كويس في العلف، فانا بالتالي هو هيجي يجري ياخد الحبايه الكبيره عشان دي تبقى اسهل له واسرع في الاكل، وهيسيبه من البودره اللي هي موجوده. فانا كده بخسر حاجات كتير قوي. فانا لازم ما املاش علافاتي غير لما تفضى تماما. طب عشان تفضى بقى تماما دي لازم ايه اللي يحصل؟ لازم ان الطائر نفسه يوصل لمرحله ان هو يبقى جاع. ما هو مش هيقعد ينقر في الحبوب الصغيره دي الا لما هو يكون خلاص بقى جاع ومش شايف ان انت مش هتحط له تاني، فيضطر غصب عنه ان هو يبدا ينقر الحبوب الصغيره او البودره دي او الكلام ده كله. طب هو انا من مصلحتي ان الطائر يجوع ولا يفضل شبعان؟ لا، انا من مصلحتي ان الطائر يجوع. ليه بقى؟ انا كنت من الناس اللي هي كانت في الاول لما كنت باجي اربي، كنت معتقد ان يعني طول ما انا حاطط الاكل والميه قصاد الحاجه وهي بتاكل وبتشرب وبتاع، ده كده هيكبر بسرعه وهيبقى كويس وحلو وبتاع. الكلام ده بعد كده مع التجربه العمليه والعلميه اكتشفت ان هو ملوش اي اساس من الصحه. بالعكس، المفروض ان الطائر يجوع تمام ماشي كده ويرجع بعد كده ياكل. اولا بيبقى عنده شهيه اعلى في الاكل، ثانيا ده بيساعد جسمه ان هو يتخلص من السموم والمشاكل اللي فيه، لان انت بتريح الاعضاء الجسم او بمعنى صح الجهاز المعوي عنده والكبد والكلى والكلام ده كله، بتدي له فرصه ان هو يرتاح، مش ضغطه على طول. فده مهم جدا. فانا عشان احقق الكلام ده كله اعمل ايه؟ ان انا ابدا دلوقتي خلاص انا عارف الطائر اللي عندي ده المفروض مثلا ياكل بمتوسط في اليوم مثلا ولنفرض مثلا لكل طائر مثلا 200 جرام مثلا، يعني افتراضا. خلاص يبقى انا دلوقتي هضرب في عدد الطيور اللي عندي، هحط انا مثلا الوجبه الاولى 100 جرام بس. في واحد كان لحد ما شبع، واحد كان نص نص، واحد عمال بينقنق بتاع مش عارف ايه، خلص هو ليلته تمام. ابدا من الوجبه الثانيه احطها امتى؟ لما يكون هو خلاص جاع. يبقى انا بقى ماشي بنظام وجبات بخليه ان هو يجوع ويرجع بعد كده تاني ياكل، ده يديني يعني مستوى اعلى كمان في التحويل. ودي نقطه برضه انا اكتشفتها، ان انت لما بتجوع بتاخد تحويل اعلى من ما انت حاطط الاكل على طول. فخلاصه الكلام كله ان انت اعمل نظام التجويع والاسبار، ده هيفرق معاك كتير. وطبعا زي ما قلنا ما اشيلش انا ما احطش علف غير لما يكون القديم انتهى تماما وخلاص هو كان متلهف ان هو جعان بقى، فعشان مستنيين احط له اكل.